لو عاوز تشتري موبايل من بره وعاوز تعرف ايه افضل طرق تشتري بيها من بره، يبقى لازم تشوف الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. الحقيقة في ناس كتير عايزة تشتري موبايلات او هواتف كتير قوي من بره، ومش عارفة تشتريها ازاي او ايه الطريقة الآمنة اللي تشتري بيها موبايل، والجمارك بيكون وضعها ايه، وهيضحك عليا ولا لا، وازاي اجيب موبايل من بره. طب هيبقى جماركه عالية، طب اجيبه منين؟ كل ده لميته في فيديو عن طريق الحاجات اللي حضرتك تقدر تشتري بيها تليفون من بره باكتر وامن الطرق. الحقيقة في شركات موجودة على الفيسبوك باسم ادفع لي هات لي، يعني في شركات افراد وشركات فعليه. حد زي الصفحه اللي كان اسمها هات لي مثلا، دي اشخاص وبيجيبوا حاجه من على الموقع بره بتاع الشراء، او انت بتديهم نوع الجهاز اللي حضرتك عايزه، وهو بيجيبه لك من موقع الشراء الخاص اللي هو بيتعامل معاه، وبيسلم حضرتك الجهاز هنا مع نسبة عمولة بيتم الاتفاق عليها مباشرة بينك وبينه، لأن ده أفراد أو أشخاص هي اللي بتعمل كده. مضمونين، ما فيهمش مشكله، عندهم فلكسبيليتي ان انت بتتكلم معاهم عن طريق ان هم بيجيبوا لك الجهاز، وانت ممكن تروح تخلصه انت من الجهاز، تخلص التراخيص بتاعته من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هم ما بيكونوش الا واسطه، لمجرد انهم بيطلبوا لك وبيضمنوا لك وصول منتج كويس ليك وسليم بدون مشاكل، ما بتبقاش قلقان ان ممكن يتنصب عليك، وبيدفعوا هم بالكريدت والفيز بتاعتهم، وحضرتك بتسلمهم فلوس كاش او العكس. بس ده افراد. الشركة التانية، ودي شركة ودي اسمها ادفع لي، ودي انا ما برشحهاش الحقيقة، لان حصل معايا تجربة شخصية انا معاهم، فما برشحهاش. هقول لكم ليه. اولا غالية في القيمة، كنت شاري حاجة تقريبا قيمتها $45، اخدوا مني $13 ما بين الجمارك. كانت شاشة الجهاز اتكسر عندي، فجبت الشاشة دي كان تمنها من موقع علي اكسبريس $45 تقريبا، واخدوا مني حوالي $15 عمولة وجمارك. المشكلة ان عمولتهم كانت اكتر من الجمارك، بس طبعا انا قلت عشان اريح دماغي ما يجراش حاجة. المشكلة الاكبر ان هم قعدوني، كان مكتوب على، يعني دفعت مقدما، وكان مكتوب على الويب سايت بتاعهم ان الحاجة دي هتيجي في موعد اقصاه شهر. الحاجة قعدت شهرين او شهر ونص بالظبط، واتصلت بيهم يا جماعة طب انا مش عاوز الاوردر، لا اخدت الفلوس ولا اخدت الاوردر، وبقيت مجبر استنى الاوردر. مش عامل الحلقة بنتكلم عليهم دلوقتي، بس ده ما بنصحش انك تتجه للشركات، خليك مع حد موثوق يقدر يجيب من بره. اللي افضل من الطريقتين دول، هنخش بقى على الحاجات المهمة او الاقوى، هيكون موقع علي اكسبريس. ده اولا ده شراء مباشر، حضرتك بتخش على الشخص اللي بيبيع السلعة وبتتناقش معاه وبتاخد سلعتك. في النهاية بتتفق معاه على شحن مجاني ولا شحن بمقابل مادي زي الشحن السريع. لو شحن بطيء بيبقى شحن مجاني، وبتجيلك الحاجة في حدود من 25 يوم لشهر، ولو شحن سريع بتجيلك الحاجة في خلال 5 أيام أو أسبوع. الشحن السريع بصراحة تكلفته عالية، بيوصل في بعض الأوقات يعني لو بتشحن موبايل مثلا ممكن توصل قيمة الشحن في وقت من الأوقات $20، وبتوصل لرقم عالي لو بتتعامل مع شركات شحن مالتي ناشونال، او مش شركات لوكال اللي هي موجودة جوه الصين. لو بتتعامل مع احد الشركات المالتي ناشونال المضمونة بتدفع مبلغ تقريبا ما يقارب تقريبا $20. بعد ما توصل حاجتك لمصر بيحصل الاتي: لو حضرتك شحن سريع مع شركه زي DHL او ارامكس او شركات الشحن السريع، الشركات دي بتطلب منك بطاقتك وتفويض، وبتروح هي تقوم بكل المطلوب عنك، وبتبدا باجراء الاستخلاص الجمركي
بدلا منك، وبتقدم اوراقك وبتقدم المطلوب، وبتروح تجيب لك الموافقه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA. وبعد ما بتخلص كل الموافقات عن طريق ان هم بياخدوا زي تفويض منك مع البطاقه، بيروحوا يخلصوا لك كل ده ويجيبوا لك الحاجه بتاعتك على البيت، وبيدفعوك قيمه الجمارك. قيمة الجمرك بتاع الموبايل حاليا، او اللي هو لو انت شاري جهاز واحد لنفسك، قيمة الجمرك بتاعة الموبايل بتبقى للأجهزة، خلينا نبعد عن ابل وعن أجهزة سامسونج العالية، نتكلم في بقية الموديلات، بيكون قيمة الجمرك 14% من سعر الجهاز. فتقريبا حضرتك هتدفع على الجهاز مجملا حدود 400 جنيه 500 جنيه 300، يعني حسب سعر جهازك ده. لو وهم طبعا بيحطوا مصاريف استخلاص، فطبعا بتدفع مبلغ كبير، ممكن توصل انك تدفع فوق ثمن الجهاز شحن سريع مع تخليص جمركي من شركة DHL او ارامكس مع قيمة الجمرك، ممكن حضرتك تلاقي نفسك دافع 1000 او 1200 جنيه فوق قيمة الموبايل اللي اشتريته. الطريقة التانية اللي هي حضرتك بتتفق مع البائع على شراء الجهاز بطريقة الشحن البطيء اللي بيوصلك جهازك فيها في الفترة من 25 ل 30 يوم. حضرتك اول ما بيوصل الجهاز وبتعرف بيجي لك على التراكر بتاعك ان الجهاز وصل، بتروح حضرتك على سنترال رمسيس، بتاخد ورقة من هناك بتتوجه بيها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجوه اللي هو NTRA اللي موجود ورا او عند المنصه، ورا المنصه بتاعه حرب اكتوبر اللي موجوده على طريق النصر. بتاخد حضرتك الورقه من سنترال رمسيس وبتروح هناك بتجيب موافقه على دخول هذا الجهاز او هذا الموبايل بتاعك لمصر، فبيديك موافقة بتاخدها ممكن في نفس اليوم، بس بتروح بدري شوية وبتقدم الأوراق. بعد ما بتاخد الورقة دي بتخرج من عندهم كده، بتبقى حضرتك خلصت موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي هو NTRA، وبتخرج حضرتك بعد كده بترجع تاني على سنترال رمسيس، بتقدم الورقة أو الموافقة اللي أخدتها، بيعمل لك نسبة تقدير الجمارك والتكلفة اللي عليك، وبتدفع الفلوس وبتنتظر وبتاخد جهازك. قد تكون الاجراءات بانت سهله وانا بشرحها لكم، لكن حضرتك ده ممكن ياخد منك، لو اخد يوم هتحتاج يوم كامل، مده حوالي 8 ساعات مثلا عشان تعمل الموضوع ده، لان في فتره انتظار جوه نترا او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي فتره انتظار في اول مره جوه سنترال رمسيس، وفي فتره انتظار قبل ما تستلم الجهاز عند سنترال رمسيس، فبتاخد يوم او يومين وبتستلم حاجتك. وهنا ما بيكونش فيه تكلفه، انت اللي بتبقى اتكلفت من وقتك، فبتبقى تكلفه الجهاز مع قيمه الجمرك فقط. الطريقه الثالثه للشراء ودي ظهرت قريب جدا، ابلكيشن على الماركت بتاع ابل وعلى الماركت بتاع جوجل، اسمه هيتش هايكر. يمكن ناس كتير منكم ما تعرفش ابلكيشن هيتش هايكر ده. ابلكيشن هيتش هايكر عباره عن ابلكيشن حضرتك بتدخل بتحدد جواه المنتج اللي حضرتك عاوز تشتريه، سواء موبايل سواء ساعه سواء نظاره، حسب المنتج اللي حضرتك عاوز تشتريه، وبيجيب لك شخص مصري او من نفس البلد بتاعتك، يعني شخص مصري موجود في البلد دي. على سبيل المثال انت شفت حاجه في سوق دوت كوم في السعوديه، عاوز تشتري الحاجه دي، بتخش بتشوف السلعه دي تمنها كام، وبتطلب انك تشوف شخص نازل من السعوديه في المده اللي انت بتحددها، عاوز حد نازل خلال اسبوع، خلال شهر، خلال اسبوعين، بتحط المده اللي انت عاوز حد ينزل في خلالها. فبيقول لك في محمود، حسين، محمد، ابراهيم، زياد، طارق، كل الناس دي نازله في الوقت ده. فانت بتختار حد وبتخش تتناقش معاه وبتتفق معاه على كوميشن بحسب اتفاقك معاه، يعني انت ممكن تتفق معاه على 10 على 5 على 20، دي حاجه راجعه لك فيها نسبه مؤايده. الابلكيشن بياخد منك عموله حوالي بتبدا تقريبا من $5 او يعني على حسب التدرج، بس في حدود $5 على الموبايل. الحاجة التالتة، الابليكيشن هتقولي ايه فايدته بالنسبة لي؟ الابليكيشن فايدته بالنسبة لك حاجة لطيفة جدا، ان انت لو لا قدر الله اتنصب عليك، الابليكيشن بيضمن لك فلوسك لحد $1000، لحد $1000 بيضمن لك فلوسك، انها لو الشخص اللي اخد الحاجة بتاعتك دي ما جابهاش،
انت بتاخد $1000، لان انت لما بتخش تطلب الحاجه من سوق بتدفع ثمنها بالفيزا او بتدفع ثمنها مباشره، فبيحصل ان انت خلاص دفعت فلوس واديتها لحد ما تعرفوش، فهو بيضمن لك فلوسك في الحاله دي. وبيبقى في اجراءات بتتم هقولها لكم سريعا، ان انت بتروح تقابل الشخص اللي جايب لك السلعه، بتديله كود وهو بيدي لك السلعه، وبتصور المنتج اللي انت خدته علشان يبقى هنا الضمان موجود والعمولة بتاعت الشركة توصل لها. وانا شايف ان دي وسيلة آمنة الى ان تظهر منها مشاكل، حتى الان هي وسيلة آمنة. طيب لو انت عاوز تجيب حاجة من الصين، هتقولي اعمل ايه يا محمد لو انا عايز اجيب حاجة من الصين؟ في حل لطيف جدا انا شايف، ان انت بتخش تتراسل مع البايع وبتتفق معاه، بس بدل ما يجي لك الموضوع عن طريق علي اكسبريس بالشحن السريع او البطيء، بتدور على شخص، وده هتلاقي كتير جدا لان التجار المصريين موجودين في الصين بكثرة، فهتلاقي ناس مصريين كتير جدا في الصين، والشحن الداخلي داخل الصين سهل جدا جدا. فبتطلب السلعة بتاعتك او الموبايل بتاعك وبتعمل شحن من جوه الصين نفسها للمدينة او المكان اللي فيه الشخص اللي انت هتتفق معاه، ويجيب لك الموبايل. بكل الاحوال هتبقى اتعافيت من الجمارك، هتبقى اتعافيت من قيمة الشحن، لان قيمة المبلغ اللي هو جاب لك فيه الجهاز هي تقريبا نفس القيمة اللي هتدفعها للشحن السريع، وهو يعتبر شحن سريع لانه هيجيب لك الجهاز ممكن تطلب في خلال 4 ايام، في خلال 5، في خلال اسبوع. فهنا دفعت قيمة الشحن السريع ولكن اتعافيت من الجمارك. طيب في نقطة انا بصراحة مش عارف ايه وضعها، ده حاجة انا سؤال طرق لبالي لما شفت الابليكيشن، بس انا ما تواصلتش معاهم الحقيقة، انا قريت المعلومات عن الابليكيشن. لو انا دلوقتي انت طلبت حاجة من شخص، والشخص ده جاب لك السلعة دي، بس وهو جاي كان جايب مثلا جهاز لمحمد، طب ما انا ممكن كده وانا مسافر اجيب 20 جهاز مثلا، واجيب جهاز لمحمد وجهاز لابراهيم وجهاز لمحمود وجهاز لحسين وجهاز وانا داخل يبقى فيه جمارك. فدي لازم يتم سؤال مباشر للشخص اللي هيجيب لك الجهاز، تقول له حضرتك جايب حاجات كتير معاك علشان الجمرك هيبقى وضعه ايه. انا بفضل ان انت تتناقش فيها مع الشخص، علشان ممكن الشخص يعمل حاجة مثلا يعني بالتفكير المصري اللطيف، طب ما انا ممكن اطلع اجيب 30 موبايل وانا داخل هاخد جمارك، هدي كل واحد فاتورة جمارك وانا في الاخر خدت العمولة بتاعتي. فلازم يبقى فيه سؤال للشركة من هذا الصدد، وسؤال للشخص اللي هيشتري لك الحاجة من هيتش هايكر، تقول له انت جايب حاجات كتير عشان انا مش عاوز اتحمل جمارك. دي كانت اسهل طرق سريعة اكسبريس كده سريعة للشراء من الخارج لو انت عاوز تشتري موبايل. دي الطرق السهلة والسريعة. ممكن فيما بعد ان شاء الله نعمل فيديو خاص بكل طريقة منهم او بكل حاجة منهم، لكن انا يعني حبيت اقولها لكم اختصارا وكده. مختصر الفيديو، يا تجيب عن طريق حد يكون مضمون على مواقع التواصل الاجتماعي، هو يطلب لك كل حاجة ويخلص لك كل حاجة ويسلمك الريسيت بتاعك وانت تروح تخلص الجهاز بتاعك، او هو بيخلص لك وانت تستلم الجهاز بتاعك، او بتجيب عن طريق شراء مباشر عن طريق علي اكسبريس، وبرضو انت هنا اللي بتدفع مباشر وبتروح تخلص حاجتك عن طريق لو جات شحن سريع، او بتوكل شركة الشحن هي تخلص لك، او عن طريق ابلكيشن هيتش هايكر. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. ولو عجبكم نوعيه الفيديوهات اللي بتعمل توعيه دي، يا ريت تسيبوا لي ده في كومنتات وهرد عليكم. لو مش عجباكم برضو بلغوني، وارجوكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني الفيديوهات اول باول. واشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله، وكان معاكم محمد النواوي.